هو أنا لو سألتك مين هو الأب الروحي للهرمونات في لعبة كمال الأجسام؟ الهرمون اللي دايما بيتوصف إنه إكسير الشباب ومفتاح الضخامة اللي بتشوفها على مسرح مستر أولمبيا، إجابتك وأنت مغمض هتكون الجي اتش أو هرمون النمو. السمعة اللي واخدها الهرمون ده إنه بيحولك لوحش، بيحرق دهون، بيبني عضلات، وبيخلي جلدك مشدود زي الورقة بالظبط، وكمان بيديك ضخامة عضلية كبيرة جدا. فعليا دي الحاجة اللي بتتقال في الجيمات. بس لو أنا جيت النهاردة قلت لك وبالدليل العلمي القاطع ان الهرمون ده فاشل تماما في بناء العضلات، مش بس كده، ده ممكن يكون هو السبب ان ادائك في التمرين بيقل، وان شكلك بيبقى منفوخ على الفاضي، وانك بتعرض نفسك لمخاطر بتوصل لتغيير شكل جمجمتك وتشوهات بتحصل للابد. الصدمه الحقيقيه اللي جاي اشرحها لك هي ان اغلب الضخامه اللي بتيجي من استخدام الجي اتش هي مش من زياده الياف عضليه حقيقيه اصلا، هي تعتبر شويه احتباس من السوائل وزياده في الانسجه الضامه، وان اللعبه كلها فيها خدعه كبيره جدا مش هيفهمها غير اللي فاهم فيسيولوجي فعلا. وهنعرف مع بعض ايه اللي بيحصل جوه جسمك بالظبط لما بتحقن الهرمونات دي، وامتى بتكون مفيده وامتى بتكون بتدمر نفسك بفلوسك. عشان تفهم احنا ليه بنقول ان في خدعه، لازم الاول تفهم هو انت جسمك بيشتغل ازاي بشكل طبيعي. الموضوع بيبدا من الغده النخاميه في المخ اللي بتفرز هرمون النمو. بس خد بالك من نقطه مهمه جدا، ان افراز الجي اتش في الجسم مش مجرد حنفيه مفتوحه كده عمال بيفرز طول الوقت وخلاص. الافراز الطبيعي بيكون في شكل نبضات او بولساتايل، بالذات وانت نايم في مرحله النوم العميق او السلو ويف سليب. النبضات دي بتطلع وتنزل بسرعه جدا. المشكله بتبدا لما احنا بنقرر ناخد الجي اتش من بره. الحقن ده بيعمل حاجه اسمها سكوير ويف او موجه مربعه ومستمره، يعني مستوى الهرمون بيفضل عالي في الدم لساعات طويله جدا، وده عكس الطبيعه الفسيولوجيه للجسم تماما. وده يعتبر اول مسمار في نعش الاثار الجانبيه اللي هنتكلم عليها النهارده. طيب الجي اتش بدا ان هو يزيد، بعد كده بيروح فين؟ بيبدا ان هو يروح على المصنع اللي هو الكبد. الكبد عليه مستقبلات بتاخد الجي اتش ده وتترجمه للهرمون المنفذ الحقيقي للعمليه البنائيه، وهو الاي جي اف 1 او عامل النمو الشبيه بالانسولين. فعليا العمليه دي معقده جدا وبتتم عن طريق اشارات خلويه اسمها جاك 2 اس تي اي تي 5 باثواي، وفي الاخر بتخلي الكبد يضخ اي جي اف 1 في الدم. الاي جي اف 1 تقدر تقول عليه كده ان هو المقاول اللي المفروض يبني، بس ربنا خلق نظام حمايه عبقري عشان الهرمون ده ما يموتكش، لان اي حاجه زيادتها زياده عن اللزوم مش كويسه. الاي جي اف 1 مش بيمشي لوحده في الدم، بيمشي مربوط في بروتينات ناقله اسمها اي جي اف بي بي، تحديدا بروتين اسمه اي جي اف بي بي 3. البروتينات دي عامله زي الاتوبيس كده، شايله الهرمون وبتنزل الركاب اللي هو الهرمون بالراحه وبنظام للانسجه، وده عشان ما يعملش هبوط حاد في سكر الدم، وعشان ما يعملش نمو سرطاني عشوائي. نيجي بقى للسؤال اللي هيجنن الناس، يا عم مصطفى انا باخد جي اتش وبشوف وزني بيزيد وشكلي بيبقى اضخم، ازاي بتقول ان هو مش بيبني عضلات؟ وهنا لازم نفرق ما بين العلم وما بين شكلك في المرايه. الابحاث والمراجعات المنهجيه لقت ان الناس اللي بتاخد جي اتش فعلا بيزيد عندهم اللين بادي ماس او كتله اللا دهنيه، بتزيد بحوالي 2 كيلو جرام في المتوسط. بس ركز معايا في حاجه مهمه جدا، كلمه لين بادي ماس في اجهزه الدكسا بتشمل اي حاجه في جسمك مش عظم ولا دهون، يعني العضلات بتتحسب والميه بتتحسب والاعضاء بتتحسب. الجي اتش عنده خاصيه قويه جدا اسمها انتي ناتريوريتك، يعني بيحبس صوديوم في الكلى عن طريق تفعيل قنوات معينه، فلما الصوديوم يتحبس بيسحب معاه ميه، فحضرتك بتتنفخ ميه وخلاص. الميه دي بتدخل جوه العضلات وتحت الجلد، فتديك احساس الامتلاء والضخامه اللي انت بتتكلم عليه، لكن فعليا دي مش الياف عضليه جديده. الدليل القاطع جه من دراسه عملها باحث اسمه دويسنج، جابوا ناس وحقنوهم جي اتش بجرعات عاليه جدا من 33 لحد 50 مايكرو جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم لمده 14 يوم، وعملوا تحليل دقيق جدا باستخدام النظائر المشعه عشان يشوفوا هل في بروتين جديد بيتكون جوه العضله فعلا ولا لا. والنتيجه كانت صادمه، مفيش اي زياده في معدل تخليق البروتين العضلي اللي هو ماي فيبرال بروتين سينثيسيس، وكمان مفيش اي زياده في حجم الالياف العضليه او الكروس سكشنال اريا. يعني من الاخر الجي اتش كهرمون بناء للعضلات في البالغين الاصحاء هو يعتبر هرمون فاشل. هو بيعمل شكل جمالي مؤقت بسبب احتباس الميه وحرق الدهون اللي هنتكلم عليها كمان شويه، لكنه مش بيبني عضلات حقيقيه انقباضيه وقوه زي التستوستيرون مثلا. بس قبل ما نكمل، لو الفيديو عجبكم لحد دلوقتي وحابين ان نكمل في سلسله المكملات الغذائيه المفيده وعلاجات السمنه وتحسين الصحه العامه، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك وشير للفيديو مع صحابك، وتكتب لي كومنت تحت، لان حقيقي تعليقاتكم هي الحاجه اللي بتخليني استمر في تقديم المحتوى. حقيقي انا ببذل مجهود كبير جدا في البحث في مواضيع تكون مفيده ليكم وتقدم قيمه حقيقيه، مش مجرد فيديو للترفيه.
فيه وخلاص. ده غير طبعا التصوير والمونتاج، لان انا شغال لوحدي بدون فريق عمل. فاتمنى من المشاهدين اظهار دعم حقيقي باللايك والكومنت والشير، وطبعا الاشتراك في القناه. يلا بينا نكمل. الفكره بقى ان لو الموضوع وقف على اننا بندفع فلوس في انتفاخ ميه مثلا كانت هانت، لكن المشكله اننا بندفع صحتنا نفسها. الجي اتش يعتبر سلاح ذو حدين، حد بيحرق دهون والحد التاني بيضرب البنكرياس بتاعك في مقتل. الجي اتش فعلا حارق دهون قوي جدا، هو بيروح للخلايا الدهنيه يكسر الدهون الثلاثيه ويحولها الى احماض دهنيه حره او فري فاتي اسيدز. لحد هنا تمام، بس لما الاحماض الدهنيه دي بتبدا تزيد قوي في الدم بيحصل حاجه اسمها راندل سايكل. باختصار العضلات لما بتلاقي دهون كتير جدا في الدم بتبدا تعتمد عليها كمصدر اساسي للطاقه وتقفل الباب في وش الجلوكوز اللي هو السكر. الآلية دي بتتم عن طريق ان الدهون بتعطل اشارات الانسولين او الاي ار اس 1، فمستقبلات السكر اللي هي الجلوت 4 مش بتفتح، والنتيجه بتكون ان السكر بيفضل عالي في الدم. البنكرياس يلاقي السكر عالي فيبدا ان هو يفرز انسولين بنسب اكبر بكتير، والحاله دي اسمها مقاومه انسولين حاده او اكيوت انسولين ريزيستنس. الدراسات بتقول ان حتى الجرعات القليله من الجي اتش ممكن تدخلك في مقاومه انسولين واضحه جدا خلال ساعات بس من الاستخدام. وعشان كده لعيبه كمال الاجسام بداوا ان هم يضيفوا حقن انسولين خارجي مع الجي اتش عشان يحلوا من المشكله دي، ودي كانت بدايه النهايه حرفيا، لانك بتدخل في دايره مفرغه. الجي اتش يعلي السكر، تاخد انسولين، الانسولين يخزن في دهون حشويه زياده فتزود جي اتش، وفي الاخر يحصل حاجه اسمها بيتا سيل بيرن اوت، وخلايا البنكرياس وظيفتها بتبدا تقل تدريجيا مع مرور الوقت. ومبروك عليك مرض السكر من النوع الثاني مدى الحياه. طب سيبك من الشكل، هل الجي اتش هيخليك رياضي افضل؟ يعني مثلا هل هيزود من قوتك او تحملك؟ الاجابه برضو لا، وممكن كمان يخليك اسوأ. المراجعات العلميه لقت ان الرياضيين اللي بيستخدموا الجي اتش بيكون عندهم مستويات اللاكتيت اعلى بكتير اثناء التمرين. طب ليه ده بيحصل؟ لان زي ما قلنا الجي اتش بيجبر الجسم يحرق دهون، وده بيعمل حاجه زي زحمه كده او حاجه اسمها ميتابوليك بوتل نيك، فبيخلي العضله تضطر تعتمد على الجلايكوليسيس اللاهوائي بدري فتتعب اسرع. يعني لو انت بتلعب رياضه محتاجه نفس طويل او تحمل عالي او حتى تمرينات عاليه الشده اللي هي الهاي انتنسيتي انترفال تريننج، الجي اتش ممكن يخليك تنهج وتتعب اسرع بكتير من الطبيعي. طب ليه دلوقتي يا عم مصطفى المحترفين والرياضيين العالميين بيستخدموه وبيحلفوا بيه كمان؟ هل كلهم اغبياء يعني؟ طبعا لا، مش اغبياء. السر كله في النسيج الضام او الكونكتيف تيشو. الجي اتش يعتبر هو الملك المتوج للكولاجين. هو مش بيبني العضله نفسها، هو بيبني الهيكل اللي شايل العضله، الاوتار، الاربطه والمصفوفه اللي ما بين الخلايا او الاي سي ام. في نفس الدراسه اللي قلنا عليها بتاعه دويسنج لقوا ان الجي اتش رفع من معدل تصنيع الام ار ان اي للكولاجين في الاوتار، خد بقى الرقم ده، 4 اضعاف تقريبا، ودي زياده كبيره جدا. ده معناه ان اللاعب اللي بياخد جي اتش اوتاره بتبقى اقوى، خصوصا لان استخدام الاسترويد بيضعف من الاوتار، ده غير شده التمرين اللي بتزيد بسرعه كبيره جدا، هي اصلا بتاثر على جوده المفاصل. فالمستخدم بيقدر يتمرن باوزان تقيله جدا من غير ما يحصل له تمزق في الاوتار مثلا، وده اللي بيفسر القوه اللي بتيجي معاه. يعني هو بيحميك من الاصابه وبيسرع من الاستشفاء بتاع الاربطه بشكل لا يقارن باي حاجه تانية. ندخل بقى على الاثار الجانبيه، لان الموضوع ده محدش بيديله اهتمام كفايه، وده لان الناس بقت بتتعامل مع الجي اتش كانه مكمل عادي، يعني ملوش اي اضرار، فبيستخدموه بكميات مهوله. اول مشكله ممكن تقابلك وهي تشوهات العظم او الاكروميجالي. انت كشخص بالغ مراكز النمو والطول في عظمك قفلت، الجي اتش مش هيطولك بس ممكن يعرضك. عظم الفك مثلا ممكن يكبر، الجبهه ممكن تبرز لقدام، كف الايد والقدم بتكبر لدرجه ان انت ممكن تلاحظ ان مقاس جزمتك او لو لابس دبله مثلا ممكن المقاس يتغير. والفكره ان التغييرات دي غير قابله للعكس، irreversible، يعني العظم اللي كبر مش هيصغر تاني لما تبطل الجي اتش. تاني مشكله وهي تضخم الاحشاء او الاورجانوميجالي. الفكره بقى ان المستقبلات مش بس موجوده في العضلات، دي موجوده في القلب وفي الكبد وفي الامعاء. الجي اتش بجرعات عاليه جدا بيخلي امعائك تكبر، والكبد كمان بيتضخم. تخيل ان عضله قلبك نفسها ممكن تتضخم وتبقى سميكه، وده بيأثر على كفاءه ضخ الدم وممكن يسبب وفاه مفاجئه. المنظر اللي بتشوفه احيانا على السوشيال ميديا بتاع المطن المنفوخه زي الست الحامل عند لاعب كمال اجسام، مع ان اللاعب ده ممكن
يكون ناشف جدا، ده بسبب ان اعضائه الداخليه بقت اكبر من التجويف البطني بتاعه. ثالث مشكله وهي الكاربال تانل، وده بسبب احتباس الميه الاعصاب في ايدك بتبدا تضغط وبيجي لك تنميل ووجع فظيع جدا ممكن يصحيك من النوم ويخليك مش عارف تمسك اي حاجه اصلا. رابع مشكله وهي خطر السرطان. الجي اتش والاي جي اف 1 هم محفزات نمو، يعني هم مش بيخلقوا السرطان، لكن لو في خليه سرطانيه صغيره او ورم كامن في جسمك، وعلى فكره ده وارد جدا عند ناس كتير، الهرمونات دي بتشتغل كوقود للنار وممكن تخلي الورم يكبر وينتشر بسرعه كبيره جدا. بس في نقطه مهمه جدا لازم اقف عندها. طبعا كلكم بتسمعوا عن البيبتايدز اللي هنتكلم عليها في فيديوهات جايه كتير، بس المشكله في البيبتايدز اللي بتتباع تحت بير السلم زي الاي جي اف 1 ال ار 3. المركب ده تحديدا كارثه بكل المقاييس. طب ليه؟ لانه معدل كيميائيا عشان ما يركبش الاتوبيس اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. فاكرين البروتينات الناقله اللي هي اي جي اف بي بي اللي قلنا ان هي بتحمي الجسم؟ ال ار 3 بقى مصمم انه ما يمسكش فيها اصلا، والنتيجه انه بيفضل حر وشغال في دمك لمده بتوصل لحد 30 ساعه متواصله، وده بيلغي اي سيطره للجسم عليه. وبما انه حر فبيروح يمسك بشراسه في مستقبلات الامعاء. يعني نقدر نقول كده ان ال ار 3 هو المتهم رقم 1 في حالات تضخم الامعاء والكرش الغريب اللي احنا بنشوفه ده. وطبعا مخاطره السرطانيه اعلى بكتير من الجي اتش العادي، وده لان مفيش فرامل توقفه اصلا. طيب نرجع للجي اتش تاني. دلوقتي يا عم مصطفى، لو انا قررت ان استخدم الجي اتش عشان حته الاستشفاء والاوتار وحرق الدهون، ازاي اعمل ده باقل ضرر ممكن؟ طبعا اول حاجه لازم يكون تحت اشراف طبيب متخصص، وانا اصلا ما انصحش اي حد باستخدام اي منشطات او اي مواد، بس انا مجرد هنقل لك الكلام اللي مذكور في الابحاث العلميه، وده لغرض المعرفه ليس الا. اول حاجه في حاجه اسمها قاعده ذا ووش اوت رول. الدراسات اثبتت ان مقاومه الانسولين اللي بتحصل بسبب الجي اتش ممكن ترجع لطبيعتها لو وقفت الهرمون لمده 5 ساعات بس. عشان كده من اكبر الغلطات اللي ممكن الناس تقع فيها انها بتقسم جرعه الجي اتش كذا مره على مدار اليوم، او تاخد انواع طويله المفعول جدا. المفروض والاصح الى حد ما ان الجرعه تكون مره واحده بس في اليوم، بحيث ان الجسم ياخدها ويبدا يشتغل بيها، وبعدين يسيب فرصه بالليل للانسولين انه يشتغل صح وينظف المستقبلات. طب التوقيت المثالي لاستخدام الجي اتش يكون امتى؟ في ناس كتير جدا بيقولوا ان استخدام الجي اتش بالليل هيكون افضل عشان تحاكي الافراز الطبيعي، بس في بعض الناس بدات تروح ناحيه اتجاه استخدام الجي اتش الصبح بدري او بعد التمرين على طول. طب اشمعنى؟ عشان تستفيد من حرق الدهون طول اليوم وانت نشيط وبتتحرك، وتيجي على بالليل يكون الهرمون خرج من دمك، فتقدر بقى تاكل عادي كربوهيدرات مثلا وتنام، وجسمك بيكون حساس للانسولين ومفيش سكر عالي يدمرك. بس لو انت عايز تستخدمه بشكل اساسي لتحسين جوده النوم، يبقى المفروض تعمل العكس تماما، يعني المفروض تستخدمه بالليل قبل ما تنام. ثالث نقطه وهي الستاكينج، او ان انت تعمل تكامل مع التستوستيرون. الجي اتش لوحده ضعيف بنائيا، لكن لو اتحط مع التستوستيرون بيحصل تآزر قوي جدا او بيحصل سينرجي. التستوستيرون بيبني البروتين العضلي اللي جي اتش فاشل فيه، والجي اتش بيبني من الاوتار وبيحمي من الاصابه. بس الاهم بقى ان التستوستيرون بيزود من حساسيه الكبد للجي اتش. يعني لو انت بتاخد تستوستيرون، الكبد هيطلع اي جي اف 1 اكتر بكتير من نفس جرعه الجي اتش، وده يخليك تقدر تاخد جرعات جي اتش اقل وتوفر فلوسك وتقلل من الاعراض الجانبيه وتاخد نفس النتيجه تقريبا. رابع حاجه طبعا وهي مراقبه التحاليل. طبعا في ناس بتكتفي بقياس السكر الصايم، بس ده طبعا مش كفايه، لازم تعمل تحليل اسمه هوما اي ار عشان تكشف مقاومه الانسولين بدري، ولازم طبعا تتابع نسب الاي جي اف 1 وتتاكد انه مش معدي الحدود الطبيعيه بكتير. الطمع هنا اخره ورم في المخ او سرطان، خد بالك، مش مجرد عضلات زياده زي ما الناس فاكره، مش كل ما تاخد اكتر كل ما كان احسن. في النهايه هرمون النمو والاي جي اف 1 هم ادوات قويه جدا، بس مش للهدف اللي في دماغك، هم يعتبروا كده ادوات للترميم، وممكن تكون ادوات للتنشيف، وممكن تعتبرها ادوات حمايه للمفاصل، لكنهم مش ادوات بناء عضلات سحريه زي ما الاسترويد بيعمل مثلا. فلو انت قررت ان انت تستخدمهم بعد استشاره الطبيب، استخدمهم بعقليه الترميم وبجرعات محسوبه وفترات راحه يوميه تسمح لجسمك ان هو يتنفس شويه. ولو انت مش ناوي تحترم كميه جسمك وتتابع تحاليلك، صدقني النتيجه هتكون جسم مشوه وسكر مزمن وعضلات مش حقيقيه اصلا، هتختفي اول ما تبطل حقن على طول. وطبعا لو حابب تعرف اكتر عن اهم هرمونين مهمين جدا بيساعدوا بشكل غير طبيعي في انتاج الهرمونات الجنسيه بشكل طبيعي، وخصوصا للناس اللي بتستخدم استرويد، يبقى لازم ترجع تتفرج على فيديو الدي اتش اي اي والبريجنانولون. بس كده، ده الموضوع اللي كنت حابب اتكلم فيه النهارده. شكرا ليكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.